محاضرة النهاردة أو يعني الميتنج بتاع النهاردة هنتكلم عن how to draw. فقبل ما نبدأ نشوف ازاي نرسم محتاجين نعرف هو في الامتحان هو عايز يشوف ايه، يعني اللي بيصحح عايز يشوف ايه منك، عايز يشوف ايه من الإجابة أو الرسمة اللي انت راسمها. فالجزء ده منقسم لحاجتين: جزء technical drawing أو drawing techniques، وجزء له علاقة انت بتشوف ازاي وبتحلل انت شايفه ازاي ومخك بيتخيله ازاي. فالجزء اللي له علاقة بالرسم احنا محتاجين نبقى عارفين البرسبكتيف كويس، عارفين نحس بالسكيل وبالبروبورشنز، نسب الحاجة لبعضها ايه، خطوطنا نفسها تبقى ناضجة كفاية أو كويسة، ونبقى فاهمين الشيب والشكل. البوينتس دي هي اللي بتطلع معانا رسمة أو بتطلع معانا لوحة، يعني دي اللي لما عيني بتبص على الحاجات دي كلها تبدأ عيني تجمع الصورة دي مرسومة لإيه أو مرسوم فيها إيه. الجزء التاني هو الاي ام برين، الاتنين ازاي مع بعض بيشتغلوا مع بعض. دول المهم النقط اللي فيهم هي اللوجيكال ثينكينج، الايماجينيشن بتاعي، وانا ازاي بشوف الحاجه، هل انا بشوف الحاجه صح، والكرياتيفيتي والفيجوال ميموري او الذاكره البصريه. في نقط من دي بالذات استرس عليها جدا من السنه اللي فاتت، امتحان السنه اللي فاتت كله كان رسم. في بوينت كتيره كان مركز من البوينت بتاعت الايماجينيشن والفيجوال ميموري وان انا ازاي بشوف الحاجه، وطبعا جزء الرسم صريح ان هو الامتحان كله زي كان رسم. تمام. فاحنا هنبدا بالدروينج تكنيكس النهارده، هنشوف البيزكس بتاعت الرسم ايه هي اصلا، وناخد كام تاسك، ممكن بعد ما نخلص اديكوا تاسك تحاولوا فيه مع نفسكم. والمره الجايه هنبدا نحل الاسئله بتاعت الامتحانات، نفهم افكارها، والاسئله الافكار بتاعت الامتحانات دي هي اللي هتفهمنا اكتر البوينت بتاعت اي اند برين دي. تمام. فانا عشان ارسم اي حاجه محتاج اول حاجه ابقى فاهم البرسبكتيف زي ما قلنا، البيزكس فورم بتاعت الاشكال الهندسيه الاساسيه في ال 2 دي او في ال 3 دي، مينلي في ال 3 دي، والشيد والشادو بتاعتهم. محتاج اعرف ازاي اميتيت ايمج، ازاي انقل رسمه، وبعد كده ممكن ابجريد لللايف دروينج. بعد كده ستارت ان انا ازاي اكريت حاجات من different angles او views، علشان بعد كده اوصل بقى للمرحله الاخيره خالص اللي هي ان انا ابدا ارسم من الذاكره البصريه بتاعتي. فاحنا هنبدا بالبرسبكتيف. قبل ما بس ابدا في الرسم او كده، في اي بوينت عايزين نسال فيها في التو سلايدز اللي فاتوا؟ لا تمام يا باشمهندس. نبدا بالبرسبكتيف. في حد ما تعرضش او ما احتكش بالبرسبكتيف قبل كده، يعني عايز يفهم من الاول خالص ولا نراجع عليه بسرعه؟ من اول بوينت برسبكتيف دي لحد مثلا 5 كمان، وارقام كده غريبه، بس احنا اللي هنحتك بيهم هما ال 1 بوينت برسبكتيف وال 2 بوينت برسبكتيف. زي ما اغلب يعني انا سالت كلكم اخدتوا الاسقاط، بالغلط كلكم احتكيتوا بفكره ال 1 بوينت وال 2 بوينت. ال 1 بوينت بيبقى عندي فيرنشن بوينت واحده، كل الخطوط بتتهرب ليها. وانا عايزه ارسم مكعب في ال 1 بوينت برسبكتيف، هيبقى عندي نقطه تهريب واحده اهي، وبيبدا كل النقط اللي عندي تتهرب ليها. تمام. وال 2 بوينت برسبكتيف بيبقى عندي 2 بوينت، عندي الهورايزون لاين اهو، بيبقى عندي عليه 2 بوينتس. ال 2 بوينتس دول كل النقط بتاعتي بتبدا تتهرب. طب انا لما اجي ارسم بالطريقه دي او بالطريقه دي، ايه الحاجات او التابس اللي ممكن ابص عليها عشان اتاكد ان انا رسمه صح، او ان انا لما حد يجي يبص على رسمتي مش هيحس ان في حاجه غريبه؟ لو اخدتوا بالكم هتلاقوا ان لو جمعت او لخصت ال 1 بوينت برسبكتيف هلاقي ان ال 1 بوينت برسبكتيف فيه 3 انواع من الخطوط. عندي خطوط فيرتيكال بس، وخطوط هوريزونتال بس، وخطوط رايحه لل 1 بوينت بتاعتي. فانا لو جيت ابص عند اي بوينت زي دي مثلا، هلاقي ان طالع منها الثلاث خطوط دول: فيرتيكال وهوريزونتال وواحده رايحه للبرسبكتيف. اي بوينت عندي في اي حته في الرسمه بتاعتي لازم الاقي طالع منها ال 3 لاينز دول. هنا هلاقي فيرتيكال هوريزونتال وفيرتيكال والبرسبكتيف، ورا هلاقي فيرتيكال هوريزونتال والبرسبكتيف.
لو جيت عند نقطة من النقط وأنا براجع الرسمة بتاعتي ولقيت إن طالع منها نقطتين بس، أعرف إن في مشكلة، أو أنا أوريدي هبقى عيني شايفة إن في مشكلة أو في حاجة مش طبيعية. يعني أنا عيني أوريدي متعودة تشوف الحاجة صح، يعني إحنا عينينا كلنا متعودة تشوف الحاجة طبيعية. فأنا أول لما أرسم حاجة مش منطقية عيني هتبدأ تجمع. طيب والتو بوينت برسبكتيف هلاقي إن دايما في خطوط فيرتيكلز وخطوط طالعة يمين وشمال لكل بوينت. خط فيرتيكال ويمين وشمال، هنا خط فيرتيكال ويمين وشمال، خط فيرتيكال ويمين وشمال. فأنا لو جيت عند أي نقطة من دول ولقيت خط من الثلاثة دول ناقص، أعرف إن في مشكلة. طبعا أكيد في خطوط من دول ممكن تبقى مش ظاهرالي لأن في حاجة مغطية عليها. يعني في الحقيقة الكيوبس دي لو أنا هرسمها عشان تبان طبيعية، أقوم بس راسم الحاجة اللي في الآخر ظاهرالي، اللي هو الشيب ده مثلا في الآخر. ده المفروض اللي يبقى ظاهر لي في الآخر، اللي ورا ده مش باين. بس أنا لما أجي أراجع على البوينت زي كده هلاقي يمين وفيرتيكال واللي ورا موجود بس أنا مش رسماه علشان هو في حاجة مدارياه. بس لو حاجة في وشي لازم أتأكد إن الثري بوينتس طالعة عشان أتأكد إن الرسمة بتاعتي طبيعية. دي بتسهل عليك لو أنت في الأول يعني مش مالكش في الرسم أوي، عايز تتأكد إن الدنيا ماشية تمام وأنت عينك لسه مش مجمعة الغلطة فين. تمام. في برضو دايما عينينا بتلقط دايما الحاجات الفيرتيكال. يعني لازم واحنا بنحاول نرسم نحافظ ان الفيرتيكلز تبقى خطوط مستقيمة عمودية على الحاجة اللي انا برسمها. يعني عيني دايما هتعرف تلقط على طول لو انا راسم حاجة مش مستقيمة، حاجة مايلة كده، عيني على طول هتعرف تلقطها. وعيني دايما هتعرف تلقط ان الخطوط مش بارل. يعني انا لو عندي مكعب زي ده، زي هنا مثلا برسم مربع، عيني هتعرف تلقط على طول ان الخط ده مايل لو انا قمت رسماه كده. فنحاول دايما نحافظ على الخطوط تبقى vertical عمودية لو هي في الحقيقة عمودية، ويبقوا parallel لبعض، لأن الحاجات دي الثري بوينتس دول عيني دايما بتلقط إن فيها مشكلة. عينينا عامة إن هي الخط ميبقاش vertical، ميبقاش perpendicular، أو الخطوط الفيرتيكال متبقاش parallel لبعض. لحد هنا تمام. بعد كده أنا محتاج أعرف البيزك فورم بتاعتي بتترسم إزاي. عامة حتى لو مش رسم معماري، أي حاجة في الدنيا أنا عايزة أرسمها دايما أرسمها جوه مكعب. الفكرة ان انا ارسم اي حاجة جوه مكعب دي بتسهل عليا جدا ان انا اعرف اظبط البروبورشنز بتاعتها بالنسبة للحاجة اللي انا برسمها بالنسبة لباقي الاشكال اللي هرسمها. بتخليني اعرف اظبط نسب الحاجة نفسها اللي انا برسمها، الكتل بتاعتها. زي هنا كده الاساس ده كله هو رسمه جوه مكعب. يعني هو رسم الاول مكعب وبدأ يحط فيه، يبدأ يشيل ويضيف عشان يرسم الحاجة اللي هو عايز يرسمها. وبرده نقطة تانية عشان أرسم أي حاجة حواليا هي إن أنا أقدر أبسط أي شكل قدامي أو أي حاجة معقدة قدامي لأبسط أشكال هندسية عندي. التو بوينتس دول مهمين أوي، خلوه في مخكم لما تيجي ترسموا أي حاجة. أول نقطة إن أنا أبسط الشكل اللي قدامي لأبسط شكل هندسي ممكن. وأي حاجة معقدة أنا عايزة أرسمها أو أرسم كيوب وأبدأ أفت الحاجة اللي أنا عايزة أرسمها جوه الكيوب دي. يعني مثلا أنا عايزة أرسم اسطوانة، عايزة أرسم اسطوانة شكل اسطواني جوه برسبكتيف. عندي اهو نقطة perspective 2 point perspective، وعايزة ارسم في 2 point perspective شكل اسطواني. هعملها ازاي؟ حد عنده اي تخيل؟ برسمه مستطيل او مكعب يعني، بس طويل بقى ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. يعني بعدين الستبس اللي هعملها ايه؟ ان انا عند هرسم فيرتيكال اول، هرسم ايه؟ فيرتيكال لاين عند ايه؟ في النص كده ماشي بيمر بالهورايزن. بعدين ماشي اهربه. اوكي. بعدين هقفله بقى يمين وشمال عشان اخد بالي من يبقى يظهر لي المكعب نفسه يعني. اوكي بس طبعا المسافات تبقى مظبوطه. بعدين برسم الدايره، بس مش بتبقى دايره، بتبقى اليبس نوعا ما في السايد اليمين مثلا. هرسم الاليبس ازاي؟ الاليبس ازاي؟ ليها طريقه بس مش متذكرها.
اوكي. طب انا هنا عملت زي ما هو قال، رسمت كيوب في 2 بوينت برسبكتيف. ماشي اهو، قفلت كيوب. اجي ارسم بقى الاليبس. طبعا العلاقات الهندسية ثابتة، واحنا برضو في الاسقاط اخدتوا ازاي ترسموا اليبس. كنا بنرسم الاليبس في طريقة من الطرق ان احنا نرسمها جوه زي رومبس او زي مربع لو انا فاكرة. هنا برضو طريقة شبهها. هاجي هنا نرسم بالمحور. هاجي عند انا مثلا هرسمه مستطيل شكل اسطواني كده، فانا عايزة الاليبس يبقى مرسوم تحت وفوق. فانا عشان ارسم اليبس هقوم موصل التو diagonals بتوع المربع اللي تحت. انا كده جبت السنتر، ونفس الكلام فوق كده جبت السنتر. كده انا بقى عندي السنتر لاين بتاع بتاعنا الاسطوانة، شكل الاسطوانة بتاعي. طبعا المفروض الخطوط تبقى مظبوطة، بس عشان انا برسم بالجرافيك تابلت فمش ادق حاجة. انا كده وصلت، جبت السنتر بتاع الكيوب بتاعي ورسمت الدايجونالز. هبدأ اوصل في كل يعني مثلث من دول هبدأ ارسم كيرف. اللي كان فيه هنا شوية. وفوق نفس الكلام. عشان انا متخيلين بس عشان البرسبكتيف مش واضح، لو انا عندي مربع اهو، اللي انا عملته ان انا قمت موصله الدايجونال كده، بقى عندي السنتر، وبدأت اوصل الاليبس بتاعي. تمام كده. بعد كده هبدأ اوصل النهايتين بتوعي دول. تمام كده. كده بقى عندي الاليبس بتاعي. ده الخطوط بتاعتي، دي اللاينز كده بتاعتي، دي الاوتلاين بتاعي اهو. تمام كده السلندر. تمام اه. طب على نفس النطاق ده لو انا عايزه ارسم كون اعمل برسم ايه؟ إليبس، برسم إليبس تحت، اوكي. بعدين بستنتج ان انا برسم إليبس تحت، يعني مربع، يعني مربع عادي نفس خطوات اوكي السلندر، بس برسم إليبس واحدة بس، يا تحت يا فوق. ومن ماشي. السنتر ده بوصل للتو diagonals او تو سايدز بتوع الإليبس. بالظبط. بس دايما ابدا بالكيوب اهو، دايما ابدا بكيوب التسهيل يعني علينا. هاجي في النص واوصل الدايجونالز، هرسم بلون تاني عشان يبقى باين. اوصل الدايجونالز، بقى عندي سنتر لاين، اطلع بالسنتر لاين ده. انا لو انا عارف الارتفاع ممكن على طول بالارتفاع ده اقف عند ارتفاع معين وابدا اوصل، لو يبقى عندي اوصل يعني بعد ما ارسم الالبس. الارتفاع ده ممكن اقوم اوصل على طول بالنهايات بتاعه الالبس اللي طالعه لي من تحت، او ان انا اقوم اوصل الدايجونالز برضو في الحته اللي فوق لو انا مش عارف النهايه بتاعتي فين او السنتر بتاعي فوق فين. المفروض لو البرسبكتيف مظبوط، بس هو هنا مش مظبوط عشان الخطوط مش ضابطه، ان هو يطلع لي هنا برضو. بعد كده اقوم نازل هنا، نازل على الخطوط اللي حواليا اللي هي بدايه ونهايه الاليبس اللي عندي تحت. ولو عايزه يبقى مدور اكتر او عايز اديفاين اكتر، ممكن اقعد اوصل كده خطوط بالاوتلاين بتاعي. بس لو انا ستيل عايزه بس الحته الاوتلاين بتاعت الشكل كله،
هكتفي ان انا اوصل من اول الاليبس بتاعي لنهايته، عشان انا بس عايز الاوتلاين ده. تمام كده. طب مثلا الكوره، تمام اه. لو انا ارسم كوره، الكرة هتبقى تو الإليبس برضو، إليبس في وشي وإليبس في النص. الكوره الكوره تريكي شويه، لان الكوره كرسم اوتلاين ليها في البرسبكتيف مش هتفرق في حاجه. اللي هيفرق الكوره في البرسبكتيف الاضاءات. زي شايف هنا كده، يعني في الاخر طلع معاك كوره. الحاجه اللي بتباين يعني الكوره، يعني البرسبكتيف مش بيأثر فيها أوي. بس عامة لو انت عايز تشتغل مظبوط، اعمل فعلا الطريقة اللي انت بتقول عليها دي صح، ان انا هرسم اليبس بالطول وبالعرض، بس في الاخر هتطلع معاك دورية. اوكي. الطريقة تمام. دي تبقى لو انا عايز ارسم اليبس بس طول. 3D، اللي هو بشكل اه. بيضاوي، ساعتها تفرق معايا. وزي مم. لو ركزت في الصور بقى دي، هتبدأوا تجمعوا اكتر هو عمل ايه في عشان يعني نفس الكلام اللي لسه قايلينه، بس بيقعد بقى يزود يعني. يعني هنا رسم مكعب، بعد كده جنبه مكعب يعني كيوبويد بالعرض، بعد كده جنبه كيوبويد واقف كده على سقف، وبعد كده في الآخر قفل بكيوبويد تاني. هو بيقعد يشكل بالبيزك فورمز اللي عندي عادي كده كرسم البيزك فورمز بتاعتي. تمام. في حد عايز مثلا شكل معين أو يرسمه أو حاجة؟ أنا خلاص فهمت الفكرة. ممكن نروح لنقطة تانية، وهي أنا خلاص بعد ما عرفت البرسبكتيف وعرفت ازاي أرسم الأشكال الهندسية في البرسبكتيف، هبدأ أشوف بقى أنا ازاي أظلل أو أرمي شيل وشادو للأشكال بتاعتي. قبل ما أبدأ أرسم الظل، محتاج أعرف إن في نوعين للإضاءة عندي: هارد لايت. حد يعرف الفرق بينهم أو سمع المصطلحين دول عامة قبل كده؟ هو أنا ما سمعتش بصراحة، بس هل ممكن الهارد لايت ده بيدي ضلين مثلا، بيدي ولا إيه؟ بيدي اتنين شادو يعني؟ مش سامعة. بيدي اتنين شادو، ضلين، ضل تقيل تحت الأوبجكت وضل بعيد، ولا إيه؟ مش قوي. هوريك الفرق. الهارد لايت او يعني نرجع بقى لشكل اللايت نفسه. لو انا عندي لمبه او مصدر ضوء بيطلع لي شكلين للريز او لايت ريز. يا اما بيطلع لي ريز بارل لبعض زي الشمس، عشان الشمس بعيده، يعني مسافه الشمس من الارض بعيده قوي، فعقبال لما توصل بيبقى الفروقات بين الريز قلت قوي، بيبقوا بارل. فكل الريز اللي جايه لي هنا بارل لاينز. في سوفت لايت او مصدر ضوء بيديني لاينز راديال. طبعا الفرق بين الهارد لايت والسوفت لايت برضو له علاقة بشدة الضوء وأسبكت ثانية. بس احنا in a nutshell ممكن نقول إن اللايت نوعين: في ريز بارل لبعض، وفي ريز طالعة راديال من مصدر الضوء بتاعي، زي اللمبة بتاعة البيوت وكده، زي اللومة يعني اللي حوالينا. ده المصدر ده في الأغلب بيدينا إضاءة خفيفة، زي إيه؟ زي في الصورة هنا. ده أقرب حاجة للسوفت لايت. هتلاقوا لو عملنا زوم إن كده، نهاية الشادو بتاعي بتفيد، رايحة على مفيش، بتخف. في الفرق بين الإضاءة الفاتحة أو في الشيب بقى نفسه من الفاتح للغامق، في تدريجة، مفيش خط واضح يفصل بين الحاجتين. ده في الأغلب بيبقى في السوفت لايت، على عكس الهارد لايت. هنلاقيه تحت اهو. ماشي. لو ركزنا في الشادو بتاعه هنلاقيه خط واضح وصريح، نهاية الشادو معروفة فين. الفواصل زي في الكورة هنا، الفرق بين التون الفاتح والغامق فيه خط واضح يفصل بين الاثنين. الدنيا واضحة، في خط واضح. فرق بين الحاجات، الشادو نفسه نهايته واضح وصريح، مش بيفيد. ده الفرق اللي بيعمله الإضاءة اللي أنا برميها على الشكل بتاعي، هي هارد ولا سوفت. في الأغلب لما نيجي نتعامل في عمارة مع الشادو، هنتعامل مع الهارد لايت.
ليه بنتعامل مع الهارد لايت؟ علشان في اغلب المباني بتاعتنا اللي بينورها الصبح هي الشمس اللي الريز بتاعتها برر، فكل تعاملنا النهارده او عامه هيبقى هارد لايتس، كل القوانين بنقولها يعني على الهارد لايت. تمام. طب ممكن نجرب نشرحها تاني بحاجه تانية كده. لو انا عندي مكعب زي ما شرحنا في الميتينجز بتاعت الام سي كيو، وعندي اضاءه جايه كده، الهارد لايت الاضاءه البارلل بتاعتي بتقوم رميالي شادو كده، خط شادو كده وكده وكده، انا برسمها خطوط، ولما اجي اضللها هظللها كل ده كده نفس الطول. ماشي. غير لو انا عندي غير مثلا غير لو انا عندي مصدر راديال كده بينور لي نفس الكيوب. الكيوب ده مصدر الضوء ده شديد، بيطلع إضاءة شديدة في النص وعمالة تخف على الجناب، عمالة تخف إيه على الجناب. فأنا هلاقي إن الإضاءة هنا مفيش هنا خالص إضاءة واصلة، فتقيلة قوي الشادو بتاعي، وعمليا الأوتلاين بتاع الشادو بتاعي هلونه لحد هنا، بس بسبب إن الإضاءة نفسها الانتنسيتي بتاعتها مختلفة، هلاقي إن هنا منور قوي وعمال بيخف التنوير هنا، والشادو نفس الكلام هنا مظلم قوي وعلى الجناب عمال بتخف بتفيد فيها تدريج. اوكي، احنا هنكمل تعامل مع الشادو دلوقتي بالهارد لايت. ممكن نبدأ بأهم شيب عندنا اللي هو كيوب، لأن أغلب الأمثلة يعني كاركتكتشر بتبقى شيب كيوب بالكيوب. فأنا لو عندي كيوب أهو وعايزة أرميله ضمن، لازم أول حاجة ممكن نرسمه من فوق عشان يبقى أحسن. أنا عندي كيوب كده، وعندي الإضاءة، مصدر الإضاءة مثلا جايلي من هنا. ماشي. لو أنا الإضاءة جايلي كده من ورا، يعني برضو نرسم ليه ونحاول نتخيل جايلي سيكا كده. ماشي. تتخيلوا مين الوش اللي هيبقى مظلم قوي، ومين الوش اللي منور قوي، ومين الوش اللي هيبقى ميد تون. الوش اللي هيبقى منور قوي هو اللي على اليمين ده، واللي مظلم وش قوي اللي الإضاءة، هو ايه؟ اللي في وش الإضاءة. اه، اللي مفيش اضاءه. واللي مظلم هو المفروض يبقى اللي وراه، بس احنا مش شايفينه، فاحنا هيبقى الجزء اللي على الشمال اللي باين، اللي ده في اخره بقى، اخره هو اللي ضلمه. واللي فوق لو ممكن نرقمهم هيبقى واحد يمين، اتنين فوق، والتلاته شمال. ده اتقل حاجه. ده اللي منور، وده الميد، وده اللي مظلم، صح؟ مظبوط، التلاته ده اظلم حاجه. ده واحد وده اتنين وده تلاتة. ماشي. دايما بالذات في الكيوب بيبقى عندي وش مظلم اكتر حاجة، والوش منور قوي. وفي الاغلب عامة لو انا عندي كيوب كده والاضاءة جاية كده، بيبقى الوش يعني الظل بتاعي يبقى مرمي كده. النقطة دي بتبقى اللي هو الخط اللي بيفصل بالشادو، او بيبدأ عنده الشادو ده، بتبقى هي اللي بتفصل بين الوش اللي بينور والوش اللي مظلم خالص. يعني لو احنا قلنا ان الاضاءة كده، فده الوش دي النقطة، يبقى ده الخط اللي انا بتكلم عليه، ده الخط اللي بيبدأ عندي الشادو بتاعي. فعشان كده هتلاقي ان النقطة دي او الخط ده هو اللي بيفصل بين اكتر خط منور والدنيا اللي مظلمة خالص. النقطة دي تمام. طيب لو انا عندي، نخش بقى في حاجة فيها curvature شوية. اعتقد نبدأ بالسلندر بكده نروح للكورة. انا دلوقتي لو برسم لاي اوت لكورة، سوري، يعني انا هتكلم دلوقتي عن سلندر. انا
انا هبص فوق، انا برسم لاي اوت، ده اللاي اوت بتاع السلندر. انا دلوقتي عايزه ارسم الاضاءه بتاعتي جايه كده بارل اهو. فالبارل نهايه يعني الاضاءه هتوقف من اول هنا لحد هنا عشان هي بارل. فالخطين دول هما اللي هيرموا لي ايه، هيبدا عندهم الخط المايل بنفس ميلان الاضاءه. وبعد كده الحته دي زي ما احنا قلنا في الميتنج بتاع الرسم ان الخط البارل بيترمي بارل برضه، فهنلاقي ان اخر الظل ده بارل للسطح ده، فهيبقى ده الشادو بتاعي. تمام. الحته دي تمام معاك؟ تمام يا باشمهندس، واضحه بس ايه، واضحه بقول تمام واضحه. اوكي. إيه النقطتين بقى اللي احنا قلنا من شويه، النقطتين اللي بيفتحوا بيبدا معاهم الشادو بتاعي، بيبقى هما اللي بيفصلوا بين الفاتح والغامق. فانا لو جيت اضلل بقى الشكل بتاعي ده في 3D، في 3D هيبقى باين حاجه كده اهو. وانا قلت ان الاضاءه بتاعتي دول مثلا ان هي ايه من فوق، يعني نفس الزاويه دي بس هي من فوق شويه. فانا عايزه اعرف اغمق نقطه وافتح نقطه. افتح نقطه تبقى هي طبيعي منطقي ان افتح نقطه او اكتر نقطه لاسع فيها الضوء او الاضاءه هي اقرب نقطه للاضاءه. فانا عندي اهو خط الاضاءه بتاعي، مين اقرب نقطه في الدوريه دي للاضاءه بتاعتي؟ هي النقطه دي صح. فهلاقي ان اكتر نقطه هيبقى مرسوع فيها الاضاءه هي الخط ده كده، المسطح ده كده مش هيبقى فيه ظل، هيبقى الاضاءه لاسعه فيه. طيب واكتر نقطة فيها غمقان أو التون أغمق تون عندي هيبقى فين؟ هيبقى في السطح أو النقطة اللي أنا قلت إن هي بتفصل بين الفاتح أوي والغامق أوي، اللي هو في الأغلب بتبقى النقطة دي اللي هي إيه؟ الحتة دي. يعني أنا لو قلت إن أنا هرسم إسقاط لشكل الظل بتاعي ده، ممكن أجرب بس أعمل كده. لو جيت أرسم إسقاط للشكل اللاي أوت بتاعي ده، هلاقي إن أنا عندي لو هرسم إليفيشن يعني هرسم أهو كده الشكل الإليفيشن بتاعه، دي الأرض أهي. النقطة الفاتحة دي هي أكتر نقطة منورة عندي، والنقطة الغامقة دي إسقاطها هي أكتر نقطة غامقة عندي، هي أكتر نقطة أخدت تون غامق معايا. المفروض إن أنا كمان يعني أظلل ده كله، بس أنا بحاول أحترم إن يعني في الحقيقة بيبقى في شوية ريفلكشن، فبيبقى الريفلكشنز دي بتدي إضاءة للناحية التانية شوية. لو مش عايزين تخشوا في الحتة دي ممكن تقولوا عاملين كل دي لون واحد يعني، بس أنا بفضل يبقى أغمق تون وتون عند النقطة الفاصلة بين الري بتاعي وبداية الظل بتاعي اللي هي الحتة دي، والحتة اللاسعة بتاعتي المفروض هي الحتة دي. بين أفتح نقطة وأغمق نقطة ببدأ بقى أعمل الانترميديت تونز بتاعتي لحد ما أوصل للحتة الفاتحة قوي اللي هي الإضاءة لاسعة فيها. طب والناحية دي اللي فيها خط برضو بيفصل بين فاتح وغامق، هو المفروض إن هو ورا، بس ستيل من النقطة الغامقة لأفتح نقطة في شوية تظليل. هل التظليل أو الشادو ده بقيمة أغمق نقطة؟ لأ، لأن أغمق نقطة هي موجودة يعني ورا لسه. تمام كده؟ مجمعين معايا؟ تمام يا باشمهندس، تمام. وطبعا الحتة اللي فوق دي هتبقى فاتحة لأن الإضاءة جاية عليها. لو كانت الزاوية بتاعت الإضاءة تحت شوية كانت دي هتبدأ تاخد تون خفيف معايا لأن الإضاءة مش لاسعة فيها. ونفس عامة الرولز دي هتبقى في الكون نفس الكلام، هيبقى فيه عندي كور أو حتة فيها أغمق تون عندي
حتة فيها اللسعة بتاعة الإضاءة، ومن الحتة بتاعة لسعة الإضاءة الأغمق تون في intermediate تون بيوصل من أغمق لأفتح تون بالتدريج طبعا. ممكن بقى ناخد الشادو بتاع الكورة، عشان ده يعني مش حابة إن هو يبقى على، يعني لو على لايف يبقى أحسن عشان يبقى بقلم رصاص، بس هنشرحه. لو أنا عندي كورة على سطح كده ماشي، وعندي إضاءة ضاربة كده، فالطبيعي إن الحتة اللي في وش الإضاءة دي هي اللي هتبقى أخدة الإضاءة كلها، أو دي هتبقى أفتح تون. طيب والكور بتاعي الحتة اللي هي أغمق تون عندي تبقى في الأغلب دي عكسها. أو تعالوا نتخيلها من لاي أوت. لو أنا عندي إضاءة ضاربة كده، نفس فكرة السلندر في اللاي أوت، إن أنا عندي حتة معينة لسه فيها الإضاءة، وحتة أخدة كور غامق، وفي نفس الوقت في حتة كده لو عملت لها إسقاط هلاقي إن هي لسه فيها تدريجة، مش أغمق تون بس مش أفتح، يعني مش زي التون الغامق ده. فلو أنا جيت أرمي إضاءة كده هلاقي إن أفتح جزء أو تون فيه فتحة، يعني أفتح درجات في وش الإضاءة. وفي الأغلب هتلاقوا دايما إن الكور اللي أنا بتكلم عليه اللي هو أغمق تون بيبقى عمودي على المصدر الإضاءة. مثلا شوية الكور بتاع الكورة ده في الأغلب بيبقى عمودي، يعني لو دي الإضاءة يبقى الكور ده عمودي عليها، يبقى ده التون الغامق بتاعي عمودي على مصدر الإضاءة. ففي الأغلب بيبقى أغمق تون في الكورة عندي هو الحتة دي. طب الحتة دي في الأغلب بتبقى أفتح منه لسبب غير طبعا السبب بتاع اللاي أوت. سبب تاني إن في ريفلكشنز، الإضاءة البارل دي بتنزل على السطح بتاعي وتبدأ تنعكس، فتبدأ تديني تون هنا مش زي أغمق تون ده، بس يعني غامقة برضه، بس مش غامقة للدرجة دي. ومن التون الغامق ده لحد التون الفاتح عندي بفضل أدرجها، بس بدرجها بشكل كيرفيتشرز، اخد كيرفيتشر الكورة بتاعتي. وبما ان دي كورة فستيل اللسعة دي في هنا حتة برضو مش مرسومة فيها الإضاءة من نفس لسعة الحتة اللي في النص دي، ستيل وصل لها ضوء، فبرضو بتبقى اخدة تون خفيف. طبعا الكلام ده كله ده قشور، يعني ممكن لو حد عايز يتعمق وياخد التفاصيل اكتر لو كتب بيزك فورمز شيدنج على اليوتيوب او شادو هيلاقي فيديوز بالتفصيل، وكمان بالظل بتاعها الدمج بتاعها بالرصاص. يعني الحوار ده لو لايف هيبقى أحسن بكتير. طب الإضاءة هتبقى أخدة بارل أو إيه، يعني كوبي بيست من الأوتلاين بتاعي، أو بارل اللي هي زي ما عملنا في بتاع في السلندر، بس تبقى أخدة شوية كيرفيتشر كده، يعني أخدة معانا شوية. تمام، مجمعين معايا ولا إيه؟ معلش ممكن اخد الحته دي خالص تاني؟ بتاعت إيه؟ اللي هي كانت بعد عشان بس النت قطع عندي شويه عشان انا بره. حته بعد السلايد دي كان في سلايد كمان، كان في لير كمان. بتاعت الكورة ولا بتاعت إيه؟ هي دي كده اخر حاجه؟ ايوه دي، ايوه هنا دي تقريبا دي اللي هي بعد السلندر. السلندر. أخدت السلندر ولحقتها. ايه؟ يعني حتة تحضر الشرح السلندر. ما اسمع السكن بيقطع فيه. اوكي، طب وصلت لحد فين في السلندر؟ انا عايز اللي هو اللي على اليمين دي. هو مبدئيا بس عشان ابقى فاهم، هو دايما الشادو بيبقى تقيل في الناحيه العكس صح؟ يعني انا فاهم الرسمه ان هو قصده الناحيه الثانيه دايما. بص هقول لك على حاجة. لو عملتها بالأزرق كده في الأغلب، لو أنا بصيت على اللاي أوت هتلاقي دايما إن الشادو التقيل أغمق حتة الإضاءة مش واصلة لها بتبقى عمودية على خط الإضاءة. يعني الضوء جاي كده هلاقي إن الحاجات الغامقة اللي قلنا عليهم أغمق حاجة
عموديين على المصدر الضوء بتاعي. ده في الأغلب يعني، سواء في السلندر في الكورة زي ما كنا بنشرح من شوية أو كده. النقطتين دول هما النقطتين اللي بيفصلوا بين الضوء والناحية اللي هي سوا خالص دي. يعني في الأغلب الخط ده بيبدأ من بعده، بيبقى قبليه الإضاءة لاسعة وبعده الإضاءة غامقة. وفي اللاي أوت النقطة دي هي اللي ببدأ من عندها أرسم الخط اللي مايل بنفس ميلان زاوية الضوء بتاعي، يعني زي ما كنا شرحنا في المحاضرة قبل كده. هل دي النقطة اللي بتسأل فيها؟ هو انا برضه السيل مش فاهم يعني ايه بيربنديكولار عليه، يعني هل النص التاني كله من اول النقطتين دول كل دول بيبدا يتقل يتقل يتقل، ولا بيبقى كله تقيل؟ يعني انا مش فاهم حته ان هو بيربنديكولار عليه بيبدا الظل التقيل يبان. طب هقول لك على حاجة، لو احنا اتعاملنا إن مفيش أي ريفلكشنز، مفيش الإضاءة بتاعتي اللي أنا برميها دي مش بتنعكس بأي شكل من الأشكال. أوكي، أنا دلوقتي لو عندي ريز كلها هي بارل وبتضرب عندي، ايه النقط اللي من بدايتها الشكل بتاعي في اللاي اوت مش هيبدأ يجيله الإضاءة أصلا؟ النقطتين دول خلاص من أول هنا، والنقطة دي خلاص الشكل بتاعي السطح بتاعي مبقاش يجيله إضاءة. يعني عمليا الخط ده كده اللي أنا برسمه ده الأحمر هو ده بس اللي واصل له إضاءة. لو أنا اتعاملت مع الإضاءة بتاعتي إن هي مفيهاش أي ريفليكشنز، فالمفروض إن الخط اللي ورا ده كله مش واصل له إضاءة أصلا، هيبقى كله مسود. الخط تمام ده كده كله اللي ورا ده مش ظاهر، مش واصل له أي إضاءة. تمام. فأنا لو جيت أرسم أرسم له elevation أهو اسقاط، هلاقي ان الخط ده اسقاطه المفروض يبقى هنا، ده كده اغمق شيء، يعني اغمق شادة عندي. ولو مفيش اي ريفلكشنز هيبقى كل الحته دي بس، يعني نسبة ان في ريفلكشنز في الاغلب، وكمان ان الحته دي كيرفيتشر، يعني الحته دي فيها شويه كيرفيتشر محتاجه ابينها. فلو انا هظلل بالخطوط مش هبين، يعني عايزه في طريقه ان انا اظلل بكثافه الخطوط، ان انا الحته دي غامقه فاقعد احط خطوط كتير، وطول ما انا رايح للتون الاخف ارسم خطوط اوسع شويه عشان بس ابين الكيرفيتشر. طيب ومين أكتر خط في الحتة الحمراء دي وصل له، أو أكتر نقطة وصل لها إضاءة، المسافة بينها وبين الإضاءة قليلة، اللي هي الحتة اللي فيها لسعة إضاءة، هي الحتة دي اللي هي في الأغلب هتبقى دي يعني. فأنا لما أجي أوصل من أغمق حتة لأفتح حتة هبدأ بقى أدرجها غامق فاتح فاتح فاتح. والحتة دي برضو لسه رايحة من فاتح لغامق، فهتبدأ من فاتح لغامق لحد ما لازم نوصل من أول الكورة نفس الكلام فيها. بس أنا دلوقتي لو رسمتها عشان يعني تبقى أوضح في 3D، لو ده مصدر الضوء اهو هيبقى برضه نفس الكلام. مصدر الضوء لو ده اتجاهه هلاقي ان الاغمق تون او الكور بتاعي اللي هو اغمق تون عندي عمودي على مصدر الضوء، هلاقي ان الخط ده هو اللي اغمق تون عندي، ولسعة الضوء هي اقرب حتة للضوء بتاعي اللي هي الحتة دي. منها بقى ابدا اوصل بتونات يعني بالتدريج من اغمق تون لافتح تون بالتدريج كده لحد ما اوصل لافتح تون. ومش يعني ببدأ أرسم بخطوط كأنها أوفستس للكور بتاعي، يعني خطوط لايقة على الكيرفيتشر بتاعة الكورة بتاعتي. طيب الحتة اللي تحت الكور بتاعي اللي هو أغمق تون عندي، الحتة دي المفروض تبقى غامقة جدا، بس بسبب إن أنا عندي سطح فطبيعي إن الضوء لما ينزل كده على السطح ده هيقوم عامل ريفليكشنز، فالريفليكشنز دي هتقوم منورالي شوية الحتة اللي تحت أغمق تون بتاعي، فتبدأ يبقى في هنا تون غامق بس ستيل أفتح من أغمق تون عندي. الحتة دي وصلت؟ هو معلش انا عندي سؤال بسيط. هو ازاي بيجيب الميلان بتاع الظل بتاع الكوره ده، ولا بيجي بالحب كده؟ المفروض لو انا هتعامل مع elevation، لو انا عندي هو اللي هرسم elevation بالشكل ده، انا عندي الكورة اهي وعندي الارض بتاعتي اهي وانا برسم elevation، وده مصدر الضوء. مين اول نقطة اخر نقطة هيجي لها الضوء ده؟ النقطة اللي فوق دي، النقطة اللي تحت دي. فهاجي عند النقطة اللي فوق دي وامشي مع الخط بتاعي بنفس زاوية الضوء لاخر حتة عندي، ده كده اخر الظل بتاعي. فابدا اوصل بين النقطة دي والنقطة بتاعت اخر الظل بتاعي. يعني اصلا في الحقيقة الظل ده بيكون من ايه؟ يعني ايه سبب ان الظل ده يتكون؟ يعني ايه اللي بيخلي فيه ظل اصلا؟ ايه اللي بيكون الظل؟ ان الشكل بتاعي
مانع الضوء ان هو يوصل للحته اللي مرمي عليها الظل دي، صح؟ فانا كده عايزه اعرف بدايه المنطقه اللي مش وصل لها الضوء. طيب كده انا عايزه اعرف بدايه النقطه في الجسم بتاع العلم الضوء ده، اللي هيرمي الظل ده، نهايته وبدايته فين. هيفضل ايه الضوء موجود اهو في كل الحتت دي، وبرده الضوء بتاعي عارف يوصل لكل المناطق اللي ورا دي. بس اول ما اجي عند النقطه دي، اول لما الضوء بتاعي يبدا يعني يلمس النقطه، اول نقطه في الجسم بتاعي، خلاص هو الضوء مبقاش عارف يوصل لكل الحته دي. برده من تحت الإضاءة بتاعتي عند النقطة دي خلاص مش عارفة توصل للحتة اللي ورا، مش عارفة تنور الحتة اللي ورا، فهترمي شادو. واحنا قلنا إن الشادو عند النقط بيرمي شادو بنفس زاوية الإضاءة. أنا باخد اكستنشن كده عند أول نقطة وآخر نقطة الإضاءة مش عارفة توصل لها، وبيبقى دي النقطة اللي أوصل. عامة الكورة دي مش هتشوفوا مبنى كورة خالص، يعني حاجات قليلة أوي هتشوفوا فيه حاجة كورة مبنى كورة، بس الشاد ده بتستفيدوا منه في حاجة واحدة، المآذن. لو بترسموا مسجد أو حاجة هتبقوا محتاجين بس تعرفوا وتبقوا متخيلين إن لو دي مأذنة هيبقى فيه الكور بتاعي أو أكتر حتة ظل هنا، وبنقعد بقى ندرج في الجوانب دي. لو شفتوا هنا هو عامة الكلام اللي في الكورة ده ينطبق على باقي الأشكال، بس هو بيبان قوي في الكورة لأن تظليل الكورة معقد سيكا. زي ما انتم شايفين هنا اللون الأحمر، عشان يرمي الظل بداية ونهاية الظل بتاعي يترموا من بداية ونهاية الخطوط اللي بتعمل معايا الظل. الاكستنشن بتاع مصدر الضوء بتاعي اللي هو برجل اللي جايبه من لايت سورس زي الشمس. هنا الخط اللي مكتوب عليه تيرمينيتور ده الخط العمودي على مصدر الإضاءة، وده هنا زي ما انتم شايفين هو أغمق تون عندي، وأكتر حتة فيها هايلايت هي الحتة اللي قصاد مصدر الضوء بتاعي. الحتة اللي تحت بقى دي اللي هي مش زي أفتح حاجة في الحتة اللي فوق الكورة، ومش غامقة زي الترمينيتور بتاعي زي ما هو كاتب هنا، جاية من الريفلكتد لايت. باقي الحاجات دي حاجات يعني تفاصيل أكتر لو حد عايز يتعمق فيها، أو عامة لو حد عايز يتعمق أكتر في الشيد والشادو بتاع البيزكس فور، في فيديوز كتير قوي بتشرح. أنا بس بدي يعني ناتشل كده اللي تخلينا نعرف بس نمشي يعني نعدي بس من الرسم. لو معايا قلم واحد رصاص ممكن أطلع بيه تونات زي متدرجة زي اللي هو عاملها من أفتح تون لأغمق تون. نفترض دلوقتي إن أنا معايا قلم بيطلع تونات متوسطة، اتش بي ده متوسط بين أغمق حاجة لأفتح حاجة يقدر القلم تجيبها، وعايزة أجيب منها درجات مختلفة زي دي. عايزة أجيب من أفتح حاجة خالص لحد أغمق حاجة بقلم واحد. ممكن أعملها بأكتر من تكنيك تظليل يطلع لي نفس التون. يعني أنا مش فارق معايا يعني أنا ممكن أطلع تون مثلا درجته ممكن أعمل بني مثلا، عايزة أعمل تون دي درجته مثلا، فأنا ممكن أعملها إن أنا أعمل كتلة صماء كده بالتون ده. ممكن أعملها إن أنا أكون خطوط جنب بعض بأبعاد متساوية، بس في الآخر لو أنا بعدت عن الرسمة شوية هلاقي إن عيني مجمعة نفس التون ده مثلا. فأنا ممكن أقعد أرسم أي حاجة، أقعد أحط الخطوط بأي حاجة، بس المهم الدينستي الخطوط دي في الآخر تديني نفس التون السوليد ده اللي بيعمله هنا، ده اللي بيحصل هنا، إن أنت تلاقي حد عامل رسمة فيها تونات كتيرة قوي وفيها يعني تشكيل كتير ودبس مختلف، بس تلاقي بقى ناس ممكن تعملها بخطوط فيرتيكال. طبعا دي الثلاث السطور اللي فوق بعض ده اسمه طريقة اسمها هاتشنج. ممكن تلاقيها بخطوط فيرتيكال كروس هاتشنج أو كروس هاتشنج بطريقة تانية. ممكن يقعد يعملها إن هو رسم خطوط عشوائية زي هنا، خطوط سماوجي كده زي تجزيعة الشجر. أي شكل خطوط أنا ممكن أقعد أجمعها بطريقة معينة. المهم لو أنا بعت كده هلاقي إن هما مكونين لي نفس التكوين تقريبا، نفس التونات، نفس التدريج اللي أنا عايزاه. في الأغلب لو هنستخدم في الأغلب في الامتحان بنستخدم رصاص. بلاش في الرصاص عامة تحاولوا تدمجوه بالحوارات بقى بتاعت اللي يجيبوا يعني في تولز كده بتدمج الرصاص. بلاش التولز دي، بلاش تحاولوا تدمجوا الرصاص بأي تولز عامة. ودانا بقى في ناس بيدمجوها بمناديل. الرصاص عامة خامة بلاش تدمج. فبنعمل بيها ايه؟ بنحاول ندرب ايدينا
ان هي تبقى sensitive enough ان هي تطلع لي التونات المختلفة دي كلها بأي طريقة من التولز دي. في الأغلب بيبقى الهاتشنج أو كروس هاتشنج، إن أنا أقعد لو أنا عندي مستطيل كده، إن أنا أقعد أتقل في الدنسيتي بتاعة الخطوط بتاعتي عشان أجيب تون خفيف، لحد ما أقعد أعمل تونات أفتح بإن أنا أبعد الخطوط عن بعضها، أو إن أنا أعمل خطوط نفسها خفيفة. أنا بس مش معايا قلم رصاص فمش عارفة أبين الطريقة دي أوي، بس انتوا مجمعين شوية خطوط صح؟ هو الفكرة يا باشمهندسة تمام. سواء بقى خطوط فيرتيكال، خطوط كروس هاتشنج، ممكن كروس هاتشنج أكتر لو أنا عايزة أجيب بقى تون غامقة قوي. الأغلب يعني لما أبدأ بخش في البروكس دي، في الخطوط اللي داخلة في بعض دي، ببقى عايزة أجيب تونات أغمق. وعامة لما بتحاولوا تجيبوا تونات أغمق بلاش تجيبوها إن انتوا تتقلوا إيديكوا على الورقة. بنجيب تونات أغمق إن أنا بعمل طبقات، إن أنا عشان أجيب مثلا بدل أنا عمالة أعمل كده بنفس الطريقة دي، ممكن أجيب تون أغمق إن أنا بعد ما أعمل كده أقوم أعمل طبقة تانية عليها أقوم أعمل كده تاني عشان أجيب تون أغمق. بلاش فكرة إن أنا أتقل إيدي على ورقة عشان أجيب تون أغمق. تمام كده. التكنيكاليتي بتاعة التصديق دي بتبقى أحلى لو أوفلاين. عامة آخر نقطة في الشادو شادو بقى، إن أنا عايزة أرمي شادو في البرسبكتيف، فممكن نشرحها كده سريعا. كل الحاجات دي انا بحاول اشرحها من البيزك بتاعها او من اصلها. هل انا كل مره هرسم حاجه هقعد اعمل التفاصيل دي بتاعت ان هي اقعد اوقع نقط وكده؟ الحقيقه لا، بس احنا بنبقى محتاجين ان على الاقل نرسم رسمتين ثلاثه بالرولز صح، لحد ما عيني وايدي تجمع الفكره، تجمع الزتونه بتاعت الحاجه دي، وبعد كده اوتوماتيك عينينا وايدينا تقعد تعملها على طول، مش محتاجه تبقى بحسابات. انا لو عندي في البرسبكتيف مكعب اهو، عندي نقطة فوق اهي والنقطة بتاعتي تحت اهي. هنرمي الشادو بس باللون الأزرق. النقط اللي أنا الخطوط اللي هترميلي دول اهي، هما التلاتة دول مثلا. فمن تحت هقوم موصلاها من تحت. المفروض طبعا بوصلها ازاي؟ باجي من البرسبكتيف أوصل من النقطة دي كده، نفس الكلام من النقطة دي كده، من النقطة دي كده. الخطوط اللي تحت بوصلها من تحت. طب أنا عايزة أعرف نهايته منين؟ نهاية الخط ده فين؟ بجيبها من فوق. النقطة اللي فوق دي بقوم موصلاها بالسورس بتاعت الإضاءة عندي، تبقى دي أول كسرة عندي. برضو من سورس الإضاءة عندي للنقطة اللي فوق بتاع الخط اللي بعد كده، تبقى دي نهاية الكسرة بتاعتي من سورس الضوء بتاعي. من الحتة اللي فوق عندي، البوينت اللي فوق عندي، تبقى دي الكسرة بتاعتي. فكده بقى عندي الأوتلاين بتاع الضوء اللي تحت. تمام كده. طبعا ده غير بقى الشادو، ان الحته دي اغمق حته، لان دي مش وصلها الضوء قوي، فدي اغمق حته. دي نمبر 2 ودي فاتحه خالص. تمام كده. حد عايز يسأل في حاجه؟ كده انا بس كنت هبدا اديكوا السؤال ده، ممكن اشرحه بس دلوقتي عشان لو حد عايز يجرب فيه يشوف نفسه يعني قبل ما نشرحه الميتنج اللي جاي. السؤال ده كان موجود في القدرات بتاعتنا احنا على سنتي يعني اللي هو سنتين. كان جايب لنا صوره زي دي، وللاسف الامتحان مش متصور، فانا لما روحت صورته. سوري، لما روحت رسمته من الذاكره يعني. فهو كان مدينا الكتل دي بين المنظور ده من الزاويه دي، وطالب مننا ان احنا نرسمه تاني بس من منظور إنسان. المفروض يعني من منظور الإنسان ده. فهو في الامتحان كان مدينا بس الصورة زي دي مثلا، أو الصورة زي اللي مرسومة هنا من الزاوية دي. مطلوب مننا إن احنا نرسمها من زاوية تانية أو من منظور إنسان، لو أنا فاكرة صح. ممكن أتشيك السؤال. جاي مدينا المنظور من منظور طائر، وعايزين نرسمها من منظور إنسان.
على الورقة بمسطرة أو فري هاند. تمام، فده كان السؤال. ممكن يبقى دي تاسك تحاولوا فيها، تحاولوا انتوا معاكم الامتحانات القديمة موجود، يعني الصورة دي موجودة، الصورتين موجودين في البي دي افس اللي انا منزلاها، وممكن ابعت لكم السلايد دي. معاكم تخيلوا الصورة دي وارسموها من منظور إنسان بالظل بقى وكل حاجة. تمام كده، وابعتولي ونتناقش في الإجابات.